الرز بلبن بالمانجا وبصوص المانجا وكريمي كمان. حاجة كده ياخدك لبعيد خالص، وكمان سهلة جدا وطريقة حلوة خالص. ترند كده طالع جديد يا جماعة بقاله فترة في المحلات، وسهل خالص. أول مرة أعمله على قناتي، بجد وهمي واعتمدته. الطعم جميل قوي وكريمي، والمانجا يعني بصوا المزازة كده بتاعت المانجا مع اللبن مع الرز ميكس. وطبعا الرز بلبن بقى هعمله بالتكات والخبرة والحركات، وهيطلع كريمي وتحفة يجنن. وايه اللي بنحطه فيه ويبقى طعمه حلو. بجد الطريقة جميلة وعجبتني قوي، وكمان هتعتمديها، وحاجة حلوة ومغذية وشيك وظريفة. عايزة اقول لكم الطبق دوت لما بتشتريه طبعا بيبقى اللي هو الطبق الاسود ده، اللي هو العلب السوداء اللي بغاطة ديت، او من غير عامة يعني. المهم انها بتبقى بمبلغ وقدره، كان ب 35 تقريبا الصيف اللي فات. خطيرة جدا، وعايزة اقول لكم انها سهلة وموفرة. بتمن واحد تقريبا هتعملي كوم. يلا سبسكرايب واشتراك لو انت مش مشتركة معايا في القناة، وما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو لو عجبتك الوصفة، وكومنت حلو كده عشان بيشجعني جدا. ونقول بسم الله. بصوا حبايبي، معايا هنا نص كوباية من الرز، غسلتها وصفيتها وحطيتها في الحل علشان اظبط معيار المية. احط عليها كوبايتين من المية، وبعد كده جيت زودت كوبايه ثالثه. هسوي الرز وههريه على النار زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ايوه ههريه علشان دوت بيخلي ما تاخديش لبن كتير. مش هستخدم كميه لبن كتيره، انا هستخدم كيلو وشويه من اللبن. دلوقتي بقى بعد ما اتسلق في الميه بضيف اللبن، والميه نشفت خالص طبعا تبقى ايدك فيه. هحط بقى كيلو من اللبن الحليب وشويه، حوالي كيلو ونص. ده كان عندي لبن جاموسي، فلما لقيته اقل في حد شرب يعني كوبايه منه، فاضطريت ان انا اكمل عليه. كان عندي بقى لبن بقري. المهم ان انا طبعا غاليه اللبن، كيلو ونص تقريبا من اللبن. حطيته عليه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. واول ما بيبدأ يغلي بروح اوطي النار على درجة حرارة متوسطة علشان يتهري الرز معانا. ودي تكة مهمة جدا. وايدك طبعا على طول، ويبقى محطوط في حلة كبيرة. دلوقتي بقى معايا السكر، ومعايا قشطة وش اللبن الجاموسي، دي بجمعها في الفريزر، مطلعة معلقتين 3 كبار منها بدل ما تشتري بقى كريمة والكلام ده. ومعايا نص ربع كوباية من اللبن كده هضيف عليها النشا. ومعايا كريم شانتيه هاخد منه معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وكيس من الفانيليا. دلوقتي بقى اللبن او الربع كوبايه من اللبن هحط، ممكن تبقى ميه على فكره. احط عليها معلقتين كبار من النشا. مش هقلبهم غير في الاخر عشان ما يكلكعش. بقول لكم ان انا هحط السكر والكريم شانتيه. بصوا اهو بيستوي على نار هاديه، يعني اقل سنه من المتوسطه. احط عليه بقى القشطه التحفه دي. تخيلوا بقى الطعم هيبقى ازاي. يعني رز بلبن كريمي، قنبله كده يا جماعه، قنبله بجد. لو ما حطيتيش اللايك انزلي تحت الفيديو حطي لي لايك واكتبي لي كومنت حلو. ان شاء الله الطريقه هتعجبكم جدا وهتحبوها. هحط بقى السكر، يعني مش عايزه اقول لكم معيار من السكر. انا حطيت 4 5 معالق من السكر وهشوف كده. هحط كمان معلقتين كبار هرميين من الكريم شانتيه، بيديله طعم كريمي وتحفه، ياخدك في حته تانية. ولا هنستخدم كريمه لباني ولا تكلفه ولا اي حاجه، هم معلقتين كريم شانتيه يا جماعه. بصوا بقى كريم شانتيه علشان اول ما نزلت بيه هتحس ان هو كلكع شويه كده. فهبدا ان انا ادوس عليها بالمغرفه او بالمعلقه اللي انا بقلب بيها. وممكن الكريم شانتيه تضيفيه في اللبن اللي قبل ما تضيفي عليه النشا، مفيش مشكله. بصوا بالشكل ده هقلبه، وبرضو الحته المكلكعه ديت برضو عاملها. دلوقتي بقى بنزل بالفانيليا. الفانيليا لازمتها انها النشا بيبقى ليه ريحه مش وحشه ولا حاجه، بس بيبقى ليه ريحه كده معينه او طعم معين. الفانيليا بقى هيقضي عليها تماما، وبيخلي الطعم تحفه. وكمان الناس اللي هي ملهاش في اللبن يعني الحاجات اللي هي بتتعمل بالالبان، هيخلي الطعم حكايه. بصوا الرزه اتهارت خالص عشان سويناها في الاول بالميه، وبقت جميله جدا وقوام تحفه خالص. بصوا بالشكل ده النار والشكل، يعني الشكل الرزه ده انت تقيميها على حسب النار بتاعتك. المهم تبقى النار هاديه او وسط. بصوا اهو قلبته كويس قوي. النشا بحطه سرسوب يعني حاجه بسيطه كده، واقلب حاجه بسيطه واقلب عشان ما يكلكعش. بصوا اهو
معلش انا مش جايبه المنظر من فوق، ما جاش معايا اهو. بس قلبته يا دوبك اخد غلوتين، ما تزوديش عن كده وطفيت. مش عايزه يبقى الرز مكلكع جامد، او ان هو يبقى عامل زي كده متصلب. بصوا الشكل تحفه جدا. دلوقتي بقى اغرفه في الاطباق بتاعتي. طبعا تختاري اطباق كبيره، وممكن تجيبي حتى كمان العلب اللي هو السوداء او الشفافه اللي بيتباع فيها في المحلات. لما بغرف مغرفه، وانا بالنسبه لي مغرفه كده وربع تقريبا. يعني المهم ان الحاجه اللي هتحطي فيها تغرفي نصها، نص الطبق او العلبه اللي هتغرفي فيها، علشان تسيبي مساحه. وممكن كمان تغرفي التلت، تمام. علشان لما اغرف بعد كده المانجا سبته لغايه اما هدي من السخونه، يعني بقى دافي تقريبا. انا بوريكم انه بصوا الشكل بقى ازاي، ومتماسك جدا بسبب معلقتين النشا. وفي نفس الوقت باين عليه ان هو كريمي قوي. الرز مش هو اللي بارز كده ومتكتل وحاجه صلبه جامد. في الوقت طبعا اللي برد فيه انا بعمل الصوص بتاع المانجا. معايا حبتين من المانجا مقطعه طبعا، مقشره القشره ومقطعاهم. ودلوقتي هضربهم بالميكسر او الهاند بلندر، او ممكن عادي خالص بالخلاط، لان انا هعملهم في الخطوه ديت زي العصير عشان احوله لصوص. يبقى يعني يبقى روح او عمر الحاجه الوصفه اللي هعملها كتيره في التلاجة ان شاء الله. بزود بقى حوالي ربع كوبايه من الميه علشان يقدر يمشي معايا كده. بصوا عباره عن عصير، بس عصير صلب، عصير تقيل جدا جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ضربته، ممكن تضربيه في الخلاط زي ما انا قلت لكم. احطه بقى في حله كده على النار اهو بالشكل ده. نحطه طبعا في الحله ديت، واحط عليه معلقتين كبار من السكر. ما زودش السكر عن كده، لان انا عايزه الطعم الاصلي بتاع المانجا والطعم الحلو اللاذع او الحادق او كده. بصوا بقى معايا كمان حبتين من المانجا او حبه كبيره من المانجا، مقشراها ومقطعاها قطع صغيره، ودي هتتضاف في الاخر خالص. نركنها كده على الجنب. دلوقتي احط الحله ديت بالسكر على النار، واديهم غلوتين كده، مش هنزود. ده بيخلي المانجا بتبقى عباره عن صوص من المانجا، حاجه كده وهميه بجد خطيره. انا بدوب بقى في المرحله دي، لقيته انه حلو قوي. السكر اللي حطيته كفايه خالص، ما تسكريش، لان كل حاجه سكرها ما يكون معقول تبقى الوصفه بتاعتنا مظبوطه. غطيته، واول ما غلى زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هياخد بالظبط غلوتين. يعني ايه غلوتين يا جماعه؟ يعني بكتير دقيقتين، تمام. ويبقى النار وسط طبعا اهو بالشكل ده. بقلبه كده. هنزل بقى عليه دلوقتي بقطع المانجا اللي انا مقطعاها. اول ما نزلت عليه بقطع المانجا هديله تقليبه بالشكل ده، وهطفي عليه. مش عايزه ان انا اديله غلوه خالص اول ما احط قطع المانجا، لان انا عايزه القطع موجوده. في ناس بتعمل صوص بس من المانجا، وفي ناس بتحط قطع بس من المانجا. بجد الميكس دوت الاتنين مع بعض بيدي طعم حلو قوي وكثافه حلوه، بيبقى زي المحلات بالظبط. بصوا بقى الشكل خطير خالص، باين عليه ان هو كريمي قوي ويتحدث عن نفسه بجد. طبعا الصوص لما انا طفيت عليه بسيبه برضو يهدى شويه. في كل خطوة بنسيب الحاجة تهدى علشان يبقى عامل طبقات معانا، ويبقى الشكل حلو كمان، لان العين بتاكل قبل البق. دلوقتي بقى اغرف المانجا تقريبا حوالي مغرفة كده كبيرة، بروح احطها عليها قطع المانجا كده بالصوص الخطير. كل ده هيتماسك بمجرد ما يتحط في التلاجة. عايزه اقول لكم انا دلوقتي خلاص عايزه كده انط، مش عارفه اجيبه ازاي من التليفون. احنا كلناه طبعا يا جماعه. بصوا طريقة حلوة خالص، حاجة محترمة وشيك ان انت تعمليها، بترطب على القلب، ومسكرة وساقعة وجميلة ومغذية طبعا جدا. واستغلال حلو قوي للبن. للبن طبعا للناس اللي هي مش بتاكل حاجة يعني فيها ألبان. واستغلال للمانجا حاليا دلوقتي اللي في السوق. بصوا الشكل تحفة خالص. اغرف كده بقيه الاطباق. طبعا بتحسني الشكل، اي حاجه تقع بتاع بمنديل كده مطبخ، وكل الدنيا بتبقى تمام والشكل تحفه. الشكل خطير ورائع. حطيته في التلاجة شويه يسقع، يعني مش اقل من ساعتين، ونبدا بقى ناكل منه وبألف هنا. بصوا الطبقات عامله ازاي وكريمي. الرز تحفه جدا، ابيض ناصع بسبب اللبن الجاموسي. لو كان كمان مفيش حد اخد منه حاجه يعني كان هيبقى فظيع كمان اكتر. وبجد طريقه حلوه قوي هتعتمديها. ما تنسيش لايك للفيديو. مع السلامه.